سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح نقدموا وصفه جديده اللي هي حلوه الكابريز. هذه الحلوه بزاف بنينه البنات بحشو حلوه الكابريز، يعني كي تجربوها البنات اكيد ماكمش رايحين تندموا عليها. على بركة الله، بسم الله. نبداو بالمقادير. لهنا عندي 2 ملاعق كاوكاو كنت حمصته وطحنته ومتبسط به بكشورو كما راكم تشوفوا البنات. وعندي لهنا للحشو راح نستعمل حلوة الكابريز، راكم كامل تعرفوها. عندي 3 ملاعق نشا، 3 ملاعق سكر كلاصي، 4 ملاعق زيت بيضة، وعندي نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، وعندي 125 غرام ماغارين، انا استعملت لهنا لابيل، وعندي طبعا الفرينة باش نجمع. لهنا البنات نحطو كامل المقادير مع بعض، ونخلط الخليط تاعي حتى يصبح كريمي كما راكم تشوفوا البنات. كي يولي عندي خليط كريمي نبدا نضيف في الفرينه، بعد ما نضيف الفرينه نضيف فوقها الخميره، ونبدا نجمع الخليط تاعي حتى يولي لي تولي العجينه تاعي ما يابسه مي كيما نقولوا طريه، تكون يعني موين في المتوسط. دوك نعت لكم العجينه تاعي كي جمعتها كيفاش راح تكون. لهنا العجينه تاعي راح تكون كيما هكذا البنات. خليوها ترتاح ونروحوا لتحضير التزيين. لهنا عندي هذا المول كما راكم تشوفوا البنات، راه متوفر في الاسواق. عندي شوكولا سوداء كنت ذوبتها على حمام مائي. نبدا بواسطه ملعقه صغيره نعمر هذوك الدوائر اللي راكم تشوفوا فيهم البنات. نعمرهم ونبدا نعدل فيهم البنات، وكي نشوف فراغات نعاود نعمرهم بالشوكولا حتى نكملوهم كامل، نحطوهم في الثلاجه يتماسكوا ونرجعوا نكملوا التزيين مع بعض. لهنا البنات كما راكم تشوفوا عندي هذا المول اللي راكم تشوفوا فيه راه متوفر في الاسواق. نهز شويه من العجينه نعمرها بحبه، ندير لها الحشو تاعها حبه كابريز، ونديرها في المول عادي كما راكم تشوفوا، نضغط عليها باش تاخذ لي الشكل تاع المول. البنات لهنا اللي تحب توزن تقدر توزن، انا لهنا البنات درت عيني هي ميزاني، وكي نشوفها زايده بزاف البنات نقص منها عادي. كما لهنا البنات راهي زايده شويه، راني نقص منها شويه وعاودت عدلتها كامل كما راكم تشوفوا البنات. نحطها طيب من الاسفل، هي تحمر لي وانا نشعل عليها من الفوق على درجه الحراره 180. لهنا البنات بعد ما طابت لي كما راكم تشوفوا راح تخرج معايا شويه الكابريز. البنات ما تخافوهاش، يعني مش راح تاثر على الكاطو تاعكم، يعني نورمال عادي، يعني هذه حاجه عاديه جدا. لهنا نحيوهم كامل البنات ونكملوا مع بعض. لهنا نروحوا لمرحله التزيين البنات مع بعض. لهنا عندي هذوك الدوائر اللي كنت خدمتهم معاكم البنات، نجيو نحيوهم كما راكم تشوفوا كامل. انا راح نتنحيو معكم فاسيلمون. بعد ما نحيزهم كامل البنات عندي هذو الفواكه اللي راكم تشوفوا فيهم المجففه، وعندي لهنا بندق ونواس كاجو ولوز، يعني انا شريت حق 10000 يعني خدمت لي 30 حبه الكميه هذه، قصدي الكميه تاع التزيين البنات خدمت لي 30 حبه. اما بالنسبه للعجينه خدمت لي ما يقارب ما بين 23 الى 24 حبه، يعني البنات والله ما شفيت قد. لهنا كما راكم تشوفوا التزيين راهو ساهل، يعني نجيبوا المكسرات تاعنا ولصقوهم عادي بالشوكولا والفواكه المجففه عادي. لهنا اللي حبت تزيد ورقه الذهب تقدر تزيد عادي. نكملوهم كامل البنات كما راكم تشوفوا بنفس الطريقه، ونروحوا للمرحله الاخيره. لهنا في المول تاعنا اللي تعرفوا كما ملفه تخدم، دير عادي ملعقه كبيره تاع شوكولا وتحط الحبه تاعها وتلظ عليها عادي كما راكم تشوفوا البنات. لهنا اللي مبتدئه راح نعطلك كيفاش ديري. تهزي الشوكولا تاعك وطلعيها عادي مع المول تاعك على الاطراف، وتحطي الحبه تاعك عادي البنات كما راكم تشوفوا. نكملوهم كامل البنات ونحطوهم في الثلاجه يبردوا، ونجيو نحيوهم مع بعض.
لهنا البنات بعد ما درتهم 5 دقائق في الثلاجه جيت ونحيتهم كما راكم تشوفوا البنات. ونجيو لمرحله التزيين. لهنا عندنا الدوائر هذو اللي كنا خدمناهم وزيناهم بالمكسرات، نجيو نلصقهم عادي البنات. هذه يعني وصفتنا لنهار اليوم البنات، نروحوا نشوفوهم مع بعض في صحن التقديم. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم البنات، ان شاء الله تنال اعجابكم. اذا عجبتكم حبيباتي ما تنساوش تخليوا لي جيم للفيديو وكومونتير اسفل الفيديو تقولوا لي واش رايكم. ولي تحب اي وصفه البنات تخلي لي في الكومونتير، اكيد راح نقرا كامل الكومونتير تاعكم ومانيش راح نخلي حتى واحده ما نقراش كومونتير تاعها. الى الملتقى ان شاء الله في وصفه قادمه. سلام.